حبايب وصفتنا لليوم هي خلية النحل. مكوناتها عندنا 2.5 كوب من الطحين، وكوب حليب دافي، ونص كوب من الزيت، وملعقتين أو خاشوقتين شكر، رشة ملح، وملعقة أكل خمرة، وعندنا هنا البيكنج باودر والفانيليا. خليكم وياي نعجنها سوا. الشي راح أبلش بيه هو الحليب الدافي، وراح نخلي وياه الشكر، وراح نضيف الخميرة، وراح نخلطهم ونخليهم على صفحة لحد ما تتفاعل الخمرة ويا الحليب الدافي. خليكم وياي. هسه يا حبايب بعد ما صار عندنا التفاعل بالخميرة راح أضيف باقي المواد اللي هي الطحين والزيت والملح. وهسه راح أبلش أعجنها. خليكم وياي. وهسه راح نبلش نعجن بهالطريقة. راح أكمل العجن. خليكم وياي. هسه يا حبايب بعد ما عجنتها وشفت قوامها يحتاج بعد مي، راح أضيف لها شوية شوية وأعجن لحد ما أوصل للقوام اللي أنا أريده. خليكم وياي. وهنا يا حبايب بعد ما عجنتها وصارت عندي بهالشكل قامت تلن، راح أضيف خاشوقة من الزبد وراح أعجنها سوا. وهسه آخر إضافة ضفت البيكنج باودر والفانيلا. نكمل عجنها. شوف يا حبايب شلون صارت تتشكل وياي بهالشكل، وسهلة ولينة بالعجن. وهسه من بعد ساعة تخمير صارت عندنا العجينة بهالشكل هذا. هسه راح نفرغها من الهواء وراح نحشيها بالجبنة الموزاريلا. خليكم وياي. هسه يا حبايب راح نبدي بالتكوير العجينة. راح نفردها بهالشكل، نفرشها، وراح نضيف شوية من جبنة الموزاريلا ونلفها نسوي مثل شنقة العجين بالضبط. هيك نكورها. صارت عندي بهالشكل. راح أصفطها. خليكم وياي. وهنا يا حبايب من بعد 10 دقائق شوية اختمرت نفشت. راح أدهن الوجه مالتها بصفار البيض على مود ينطينا لمعة. راح أكمل وأرجع لكم. وهسه من بعد ما دهنت الوجه بصفار البيض راح أزينها بحبة البركة. إذا تحبون تزينوها بسمسم، بس أنا سمسم ما عندي، راح أكتفي بحبة البركة. أما لتزيينها راح أخليها بالفرن. ولهنا يا حبايب كملت وصفتنا لليوم. خلي أراويكم شكلها النهائي. صارت عندي بهالشكل، بعدي حارة صارت عندي بهالشكل. أتمنى تنال إعجابكم يا حبايب. خلونا لا تنسونا باللايك والاشتراك. أخذكم مقتوبي، وتابعوني على قناتي على التيك توك باسم يوميات مقتوبي. مع ألف سلامة.